السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكيك الجميل ده، كيك بالاستفندي. زي ما انتم شايفين طبعا طعمه وريحته جميلة جدا، والنكهة بتاعت اليوستفندي بتاعنا قوية جدا بجد، طعمها احلى من كيكة البرتقال. معانا كده 4 حبات يوستفندي زي ما انتم شايفين. طبعا انا هعملهم بقشرهم، مش هقشر ولا اي حاجة خالص. هشيل بس القطعة اللي فوق دي، وهبدأ اطلع البذر منها طبعا عشان ما يمررش معانا الكيك. وهشيل كمان القطعة اللي تحت كده، يعني بقسمها نصين وبعدين بشيل القطعة اللي فوق. هشيل كمان القطعة اللي تحت وبعدين بشيل منها البذر، وبفرمها بقى بقشرها زي ما انتم شايفين كده. مش هشيل القشر منها، لا يعني انا سايبه القشر عشان نكهه الاستفندي بتاعي تبقى اقوى في الكيك، تبقى نكهه قويه جدا. حابه تشيل القشر دي براحتك برضه، هيبقى جميل جدا. بس انا زي ما انا قلتلك، انا حابه القشر عشان تبقى النكهه بتاعته اقوى وريحه الاستفندي تبقى اقوى في الكيك بتاعي. بشيل البذر كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كده. طبعا هشيل كميه البذر كلها كده، بشيل القطعة اللي تحت كده زي ما انتم شايفين. كيكة ممكن تعمليها كل يوم من سهولتها، يعني هي سهلة جدا ومكوناتها بسيطة جدا وموجودة عندك، فممكن في اي وقت تقومي تعمليها لولادك هيفرحوا بيها جدا، طعمها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كمية الاستفندي بتاعتي بعد طبعا ما قطعتها زي ما انتم شايفين كده وطلعت البذر منها. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. جبت عندي خلاط كده، هبدأ انزل فيه قطع الاستفندي بتاعي. ممكن تقطعيها قطع صغيرة بالسكين لو الخلاط بتاعك يعني مش هينفع يفرمها بالشكل ده، ممكن تقطعيها قطع صغيرة. وهنحط كمان ربع كوباية مية وهنضربهم كويس جدا في الخلاط، وبنبدأ نصفيهم كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصفيها طبعا كويس جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جبنا بقى الخلاط كده، هنحط فيه كوباية من عصير الاستفندي، وهنحط كمان عليه بيضتين زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ماشيه معاكي بالخطوات واحده واحده علشان تعرفي الطريقه كامله. طبعا لو مش ضامنه البيض بتاعك او شكه يكون بايظ او حاجه، ممكن بتطقيه في طبق الاول وبعد كده بتنزليه على الكيك بتاعك علشان ما يبوظش طبعا المكونات كلها بتاعتك. فانتي ممكن تقومي طقاه في طبق وبعد كده بتنزليه على المكونات بتاعتك. انا طبعا لسه جايباه يعني طازه، فنزلته على المكونات بتاعتي على طول. هحط كوبايه سكر زي ما انتم شايفين كده، كوبايه وربع. ممكن تحطي من كوبايه لكوبايه وربع عشان ما تبقاش معاكي مسكره قوي. يلا بقى يا حبايبي نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا انا ما حطيتش في المكونات السايله فانيليا، لان زي ما قلت لكم قشر اليوستفندي قوي جدا فبيضيع ريحه زفرة البيض، فما بنضيفش عليه فانيليا. كده معايا كوبايتين دقيق، ببدأ انخلهم كده. لازم تنخلهم كويس علشان يدخل الهواء معاكي في الكيك، تبقى عالية كده وحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كمان كيس بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة. دي كوباية تانية، بقولكوا دي كوباية تانية بتاعت الدقيق. نخلت واحدة ودي التانية. هحط كمان معاهم كيس بيكنج باودر، وهحط رشة ملح ومعلقتين نشا
طبعا هتقولوا النشا دي بتعمل ايه؟ النشا ديت بتبقى زي بترفع معاكي الكيك جدا، وبتبقى معاكي هشة وجميلة كده حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبيبة قلبي، لو كنتي اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله وصفتي تعجبكم. كده نزلت بالنشا ورشة الملح كده زي ما انتم شايفين. هحط كمان كيس بيكنج باودر او كيك شيف، يعني على راحتك. هقلب بقى المكونات الجافة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قلبتهم كده هحطهم على جنب علشان نكمل المواد السائلة بتاعتنا. طبعا انا كنت حطيت كوباية عصير استفندي، وحطيت السكر وحطيت البيض، بس لسه معايا كوباية زيت، وهحط كمان معلقة خل، وهضربهم تاني وارجع بقى انزلهم على المواد الجافة بتاعتي ونخلطهم طبعا كويس جدا. ويا ريت وانت بتخلطيهم في اتجاه واحد مش في اتجاهين، عشان الهواء بتاع الكيك بتاعي ما يخرجش منها، في اتجاه واحد. طبعا في الخطوة دي في الوقت ده وانا بعمل بخلط المواد الجافة بالسايلة، هبدأ دلوقتي اولع الفرن. ده حاجة دي تكة مهمة جدا او حاجة مهمة جدا ان انت بتولعي الفرن في الخطوة دي، مش قبل ما تبدأي في الكيك. وانا بخلط المواد السايلة بالجافة ببدأ اولع الفرن علشان ما يبقاش سخن جدا. اول ما تدخلي الكيكة تستوي معاكي بسرعة وتبقى نية من جوه. في الخطوة دي بقى انتي في الوقت ده وانا بخلط كده وببدأ اولع الفرن. مركزين معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هخلط في اتجاه واحد زي ما قلت لكم. هوريكم برضو السمك بتاعها، السمك بتبقى مظبوط ما تبقاش تقيله. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ولا سمكها تقيل قوي ولا خفيف قوي، كده سمكها مظبوط جدا. بنجيب صينيه كده وابدا بقى ادهنها بشويه زيت زي ما انتم شايفين كده كويس جدا، عشان الكيك طبعا بتاعي ما يلزقش. لو عندك سمنه بلدي بتدهني برضو الصينيه بسمنه بلدي، بتبقى جميله جدا احلى من الزيت كمان. دهنتها كويس جدا. هبدأ انزل بقى الخليط بتاعي في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا، ومش هتعملوا كيك بالبرتقال تاني. بجد كيكة اليوستفان دي تتفوق عليها في النكهة وفي الطعم. كده زي ما انتم شايفين نزلت كده بالخليط بتاعي. هخبط بقى الصينية بتاعتي كام خبطة وهرجها كده بس علشان تبقى كلها متساوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخلها الفرن بقى على حرارة 180 درجة او في وسط. لو ما عندكيش التايمر بتاع الحرارة، على نار وسط، ما تبقاش عالية قوي ولا النار تبقى واطية يعني تبقى مظبوطة. وده شكل الكيك بتاعي بعد ما خلص. يا ريت تقولي لي في التعليقات ايه رأيكم في الكيك بتاعي النهاردة، وان شاء الله تجربوه يعجبكم، واللي يجرب يقول لي برضو. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد جامد جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.